أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي العربي الأمي محمد وآل محمد. محاضرتنا التي وعدناكم بها هي جدلية إمارة الزنقنة عربية أم كردية. لقد أثيرت هذه القضية منذ زمن طويل، منذ ما يقارب قرن من الزمان، وتناولها بعض الباحثين دون دراسة معمقة وحسم الأمر، وقد تناولوها دون بحث معمق علمي، دون تحقيق موثوق ودراسة واقعية تستند إلى المصادر والوثائق. فاكتسبت هذه القضية مساحة من النقاش، خصوصا بين الذين يحملون هذا اللقب، لقب زنقنة، فيتساءلون: هل نحن كرد أم عرب؟ وأصبح كل منهم يد النار لقرصته، هذا يقول أنا زنقنة عربي، وهذا يقول أنا زنقنة كردي. وقد تناسى هؤلاء أن الدين عند الله الإسلام، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وتناسوا الآية الكريمة التي تقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أخذ بعض الباحثين والعلماء، علماء الأنساب، يميلون مرة لعروبتها ومرة لكرديتها دون دليل علمي ودون أن يجزموا بالأمر. فعلى سبيل المثال تناولها المرحوم الأستاذ الراحل عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق الصادر عام 1956 صفحة 52 جزء الرابع، حيث يقول: ويدعي الزنقنة والطالبانية إنهم من بني أسد، يعني عرب، ولا يبعد أن يكون الرؤساء منهم، يعني رؤساء بني أسد. فهو هنا يؤكد أسديتهم وعروبتهم أكثر مما هم كرد. ويقول في نفس المصدر: ولقد علمت تفرعاتها وقراهم ومدنهم من رئيسهم العام دار بك، ويقصد الزنقني. فيقول: حيث التقيته في 27 تموز عام 1939 في كركوك، ودونت عنه اتصال الفروع وتقاربها، وهي في الأصل أسرة واحدة، فتوزع رياستها أبناء الأسرة، وصارت سلطتهم على القرى، وبقيت الرئاسة العامة في دار بك. هنا تناقض كلامه السابق، تناقض مع كلامه السابق في الصفحة 52. ويكمل ويقول: بقيت الرئاسة العامة في دار بك. هنا تناقض الكلام واضح، فهو في الأولى أكد عروبتهم ونسبهم إلى بني أسد، وفي الثانية أكد كرديتهم أكثر مما أكد عروبتهم. هذا التخبط، هذا التناقض يخلط الأوراق ولا يحسم المسألة. فعلى النسابة عالم الأنساب أن يحسم الأمر بعلمية تستند للوثائق والمصادر والتحليلات الواقعية. نحن كتبنا سابقا عن زنقنة، ولكننا لم نحسم الأمر في ذلك الوقت، رغم أننا أكدنا عروبتها وأسديتها. وتناولها أيضا الكثير من العلماء، ولكن لا نريد أن نسردهم جميعا هنا كل المصادر. ولكن بعد البحث والتحقيق والتقصي توصلنا إلى الحقيقة. هناك إمارة وليس قبيلة، إمارة تسمى زنقنة، تأسست في كرمنشاه في إيران، وهي كردية النسب. وهنا جاء اسم زنقنة من كلمة زنقين،
وهي لفظة فارسية وتعني الرجل الغني، زنجين. وهذه إمارة عظيمة كبيرة جدا، لها تاريخ حافل ومشرف، خصوصا بعد أن خاضت معارك طاحنة ضد الصفويين، فنزحت إلى كرميان في كردستان الجنوبية في قرية قيتول قرب سنغاو، وهناك أسسوا إمارتهم الثانية باسم إمارة الزنجنة أو إمارة قيتول، أسسها الأمير نوشيروان بك بن علي خان الزنجنة، وهذا كان يشغل منصب وزير المالية في الدولة الصفوية في عهد عباس الصفوي الثاني في بلاد فارس، وقد أنجب 11 ولدا، وقد قتل منهم 4 في ماهي دهشت في حربهم ضد الصفويين. كان ذلك عام 1625 ميلادي الموافق 1035 هجري، يعني في القرن 11 الهجري. تذكروا هذا الرقم 1035 هجري في العام 11 الهجري. وقد ذكر ذلك في كتاب الشرفنامة صفحة 423 وصفحة 431 للأمير شرف خان البدليسي. وهذه الإمارة الكردية زنجنة أنجبت رجالا برزوا في السياسة والعلم والأدب، وأنجبت رجالا صناديد في سوح القتال. وقد أكدت مجلة تسمى يادكار عام 1947 كردية هذه الإمارة وأصل هذه الإمارة وبيان مكانتها في إيران، ومن ثم نزوحهم إلى شمال العراق مع فروعها التي انتشرت في العراق شمالا. وقد أنجب الأمير نوشيروان بك الأمير إسماعيل، وأنجب الأمير إسماعيل أحمد بك ثم مصطفى بك. فهذه إمارة كردية تأسست في العهد القريب في القرن 16 ميلادي، القرن 11 الهجري 1035 هجري. ولديهم أيضا اسم الأمير إسماعيل. هنا سندخل في المؤتلف والمختلف. بينما هناك قبيلة أخرى تسمى أيضا زنجنة، هنا قبيلة وهناك إمارة، تلك إمارة كردية عظيمة لها تاريخ حافل، وهنا قبيلة وليس إمارة. هذه القبيلة عربية النسب، أسدية من بني أسد، مضرية ترتبط مع النبي في جد واحد وهو خزيمة بن مدركة. خزيمة بن مدركة أنجب أسد وكنانة والهون، فهذه الإمارة من بني أسد، من أسد خزيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم من كنانة، فكنانة وأسد والهون إخوان أولاد خزيمة. وهذه القبيلة العربية تنحدر من الإمارة المزيدية الأسدية في الحلة، وقد تأسست عام 1150 ميلادي الموافق 545 هجري، يعني في القرن السادس الهجري. بينما الإمارة الزنجنة الكردية تأسست في القرن 11 وهذه في القرن السادس الهجري. بينهم 5 قرون، 500 سنة بين إمارة الزنجنة الكردية العظيمة كبيرة، إمارة كبيرة جدا، وبين قبيلة زنجنة العربية الأسدية بينهم 5 قرون. فالفرق هنا واضح ما بين تأسيس إمارة الزنجنة الكردية وقبيلة الزنجنة العربية الأسدية. هذا حسب مصادر تأسيس إمارة الزنجنة الكردية. وقد تأسست هذه القبيلة العربية في زمن جدهم الأمير زنجي
الذي سميت على اسمه. سميت زنجنة العربية نسبة لجدهم الأمير زنجي، بينما هناك سميت زنجنة للفظ فارسي معناها الرجال الأغنياء، الناس الأغنياء. وهذا الأمير زنجي هو ابن الأمير علي ابن الأمير إسماعيل. أيضا إسماعيل عندنا في العرب وإسماعيل عندنا في زنجنة الكردية، ولكن إسماعيل الذي عندنا في قبيلة زنجنة العربية هو ابن ملك العرب دبيس الثاني ابن سيف الدولة صدقة ابن منصور الذي أسس الحلة. هذه إمارة بني مزيد الأسدية، وهؤلاء زنجنة العربية من هذا النسب. وقد أنجب الأمير دبيس كل من الأمير علي والأمير محمد والأمير صدقة. وأن الأمير دبيس الثاني كان متزوجا من ابنة السلطان سنجر السلجوقي عام 512 هجرية في القرن السادس الهجري. وأن الأمير علي والد الأمير زنجي كان قد قتل مسموما، فاتهم طبيبه محمد بن صالح في أسد آباد اثناء انهيار الدولة المزيدية. انهارت بعد أن هجم عليها السلاجقة والعباسيين، وهذا موضوع كبير وطويل. وقد ذكرت عروبة هذه القبيلة في عشرات المصادر، منها على سبيل المثال كتاب ترجمان الألقاب في معرفة العشائر والأنساب للشيخ فاهم كامل، وكتاب كردستان والأكراد للدكتور عبد الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران الذي اغتيل عام 1989 في إيران، إضافة للمرحوم عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق، بل أكد الأخير ترأسهم لبني أسد في غابر الزمان. وذكرهم النساب الشيخ المرحوم منصور عبد المحسن الأسدي في كتابه ومضات صفحة 256 قائلا إنهم أقحاح، عرب أقحاح من بني أسد. ذكرنا 3 مصادر ولكن المصادر كثيرة. خلاصة البحث، خلاصة المحاضرة، هناك إمارة زنجنة الكردية العظيمة وهناك قبيلة زنجنة العربية، فلا تختلط الأوراق على أخوتنا زنجنة. بعد هذا البحث والمصادر افتهمنا أن هناك مؤتلف ومختلف، الاسم متشابه ولكن لكل منهم نسبا. فالفرق واضح بين تأسيس كل منهم نسبا، فالزمن غير الزمن، والحوادث غير الحوادث، والتأريخ غير التأريخ. فلحل هذا الإشكال على الإخوة الذين يحملون لقب زنجنة الشريف، لو أراد أن يعرف نسبه عربي أم كردي، وكلنا أولاد آدم وكلنا مسلمين، إذا أراد معرفة لقبه يعني يعرف لقبه لكن يريد يعرف نسبه، هل هو من قبيلة زنجنة العربية أم إمارة زنجنة الكردية؟ بالنسبة لأخوتنا زنجنة نسبهم كامل عندنا، فروعهم واتصالاتهم وعمودهم النسبي إلى أسد خزيمة. ولكن الذي يريد أن يعرف عليه أن يتجه إلى العلم الحديث والحمض النووي، فهناك سلالات عربية 4 موجودة. إذا كان تحليله نتيجة التحليل ماله على أي تحور، على أي ماركر من ماركرات التحليل، لأنه تحليل الحمض النووي عدة ماركرات، أعلى ماركر هو البيج واي. إذا أخذ تحليل البيج واي بالحمض النووي سيعرف نفسه عربي أم كردي. إذا خرج على السلالات ال4 J1 وJ2 وLM وE وهذا عربي معروف ويجي نعطي نسبة كامل. وإذا خرجت نتيجته على إخوته الأكراد فهو كردي ومن زنجنة، إمارة زنجنة العظيمة ذات التاريخ العريق. فهذا حل للذين متحيرين بين كرديتهم وعروبتهم. وقد بينا من هي زنجنة الكردية ومن هي زنجنة العربية، هناك إمارة وهناك قبيلة. شكرا لحسن استماعكم وجزيل الشكر والتقدير،
أخوكم الشيخ الباحث المحقق النساب الشيخ العلامة مجبل آل مشيمش الأسدي. شكرا جزيلا.